موعد مع الصحة أكيد، وإن شاء الله الصحة والسلامة دايما للجميع. وفي إطار موعد مع الصحة خليني قبل ما ننطلق في موضوعنا تحية لكل الأطباء ولكل الإطارات الطبية، وديديكاس خاص دكتورة ضاوية عبد النبي. إن شاء الله تكوني في خير، إن شاء الله تكوني في الاستماع. تحية خاصة ليك دكتور. به نمشوا لموعد مع الصحة. موضوعها اليوم شكون الصحة النفسية للأم خلال الحمل وأثرها على الجنين. شكون باش يمننا الفقرة هذه ويتثنى اليوم؟ دكتورة هالة ونيش بالحاج يحيى، هي طبيبة نفسية وعضو مؤسس في التحالف التونسي للصحة النفسية في فترة ما حول الولادة. دكتورة هالة صباح النور، أهلا وسهلا بك. يعيشك، صباح الخير وصباح الخير على المستمعين الكل. نهارك زين ونهارك أسعد الأيام، وأكيد شكرا على تلبية الدعوة. اليوم كي نحكوا على الاهتمام بالصحة النفسية للأم الحامل وأثرها على الجنين، أكيد نحكوا على حاجة ضرورية وأمر ضروري اليوم لضمان سلامة الأم والجنين، وحتى نجم نحكوا على تحقيق حمل صحي وآمن. هكا دكتورة ولا؟ صحيح. أيه. هذه كيش يقولوا ما فماش صحة من غير صحة نفسية. هي معناتها قولة شاملة هذه. أيه. واحنا فرحانين برشا اللي وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة الصحة الأساسية تدمج من خلال برنامج الوطني لصحة الأم والوليد وحديثي الولادة أيه. الصحة النفسية كمكون من مكونات الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة للنساء الحوامل وحديثي الولادة. أي وي. أي تفضل دكتور. أي لا معناتها باش نأكد الكلام اللي تقول فيه. معناتها احنا في العادة نركزوا في الحمل على مثلا باش نعمل تحاليل ولا باش نشوفوا الأمراض كما السكر ولا غرض الدم ولا عدة أمراض تصير في الفترة هذيك، ولكن الجانب النفسي ما نركزوش عليه، ما نهتموش كأنه ما نهتموش به، كأنه بالطبيعة إنسان امرأة حبلة باش تكون فرحانة الحبالة بتاعها، يعني هذا العادي المتعارف يعني عليه. المتعارف عليه يعطيك الصحة. ولكن في الحق هي فترة إنسان يمر بها بشوية قلق وتساؤلات على دوره، على إمكانياتها المرأة، خاصة الحبالة الأولى. إنسان ما يكونش عنده الثقة الكاملة في قدراته باش تكون أم مثلا، ولا باش تقوم بدورها، معناتها باش ترعى الصغير هذاك. القلق هذاك في إلى حد ما ينجم يكون معناتها عادي، ما يقلقش، خاطر هذيك هي كيفاش يقولوا بشوية بشوية باش تلبس، نقولوا احنا الجبة نتاع الأم. واضح. وهذا هذا معناتها مهم برشا العائلة أنها تكون متواجدة، سوى الأم سوى الحماة سوى الزوج بالطبيعة، ولا العائلة المصغرة يعني موجودة. ولكن في مرحلة معناتها كيش يقولوا، معناتها احنا بالنسبة لنا المراكز الصحة الأساسية ولا مراكز الأم والطفل ولا المراكز اللي يتابعوا فيها الحبالة متاعها، مهم برشا أن نسألوا على الحال النفسية. معناتها هذا يلزم يكون سؤال كيما باش نسألوا شنو عنا، معناتها كيش يقولوا، كأنه باش نسألوا على مرض عضوي معناه، على أي كيف هذه يلزم تدخل في المتابعة وفي تودي بديهية. إذا كان الأمور ماشية لاباس، احنا هذاك اش نتمناه، فهمتني. وكان ثم أي قلق، هو الاستماع معناتها التفهم القلق هذاك، وأنها تعطي توصيات مثلا القابلة أو طبيب العائلة أو الطبيب المختص. يمكن هذاك أصلا يوقف هالاضطرابات هذه اللي تبدأ مازالت على الأول، نقولوا احنا، فهمتني. ساعات إذا كان ما نسمعوهاش نجم تتطور، وتنجم إنسان حتى يشك في قدراته، وإذا كان ما يلقاش الإطار ولا الإحاطة اللازمة والاحتواء. دونك هذا هو اللي احنا ماذا بينا ما نوصلوش. خليني الدكتورة قبل ما نمشوا انه تنجم الاضطرابات النفسيه هذه تتطور، واللي ما نحبوش نوصلها اكيد وما توصلش المراه الحامل اكيد، لانه يعني باش يكون تاثير عليها هي وتاثير حتى على المحيط اللي داير به.
الاضطرابات أي النفسية الأكثر شيوعا اللي تنجم تمر بها المرأة أو النساء أثناء الحمل، أثناء فترة الحمل، شنو هي أكثر أي الاضطرابات شيوعا المتعارف عليه شنو؟ أي هي حسب المنظمة العالمية للصحة التقريب امرأة معناتها كيفاش يقولوها معناتها 20% فما اضطرابات نفسية تقريب في حدود 20% اهم، أثناء الحمل وما بعد الولادة. اهم، اهم، أكثر الاضطرابات هو القلق اللي كنت نحكي عليه، أي، ولكن قلق ساعات كيف يوصل ما قلنا فما قلق عادي اللي هو نجم حتى المرأة تنجم تتحمله، يعني فما أي، قلق أما كيفاش يقولوا وقتي، واضح، وفما قلق يوصل حتى انسان كما قلنا معناتها يولي ما عادش يرقد في الليل، اهم، يولي يخمم نهار كامل هل انا نكون قادره، هل انا نجم نعمل نقوم بالدور هذايا، هل معناتها كيف القلق كي يوصل لدرجه معينه بالطبيعه باش ياثر اهم، على الصحه نتاع خاطر احنا كي نقولوا الاضطرابات النفسيه اهم، مش على حد اثر نفسانيا، هي تاثر نفسانيا وتاثر بدنيا أي، سواء على المرأة ولا على الجنين ولا على اهم، اهم، الطفل فيما بعد أي، ذلك. أي، مع القلق، حالة القلق نلقاو خاصة حالات الاكتئاب. أي، الحالات الاكتئاب علاش نركزوا عليهم؟ على خاطر في غالب الوقت احنا ما نعطيوهمش، ما تيظهرون عادي، يعني أي، امرأة مازالت كي ولدت تبدا متقلقة ومفرعسة إلى آخره، ولكن فما حالة اكتئاب وقلق كيف يدوم برشا في اهم، الوقت، كما تقول أنت الجمعة الأولى عادي، أي، الجمعة الثانية نوليو نتحيروا، ما اهم، يزيد الثالثة والرابعة ما نجموش نقولوا لا حاجة عادية إمم، وتو تمشي على روحها، لا، في الوقت هذاك يلزمنا نلتجئوا إلى نعلموا على شو اسمها الو القابلة، اهم. وكان يلزم معناتها يشوفها مختص نفسي ولا معناها دكتورة طبيب سامحني هنا العائلة. معناها دكتورة سامحني هنا تحكي في حالة أي القلق المرضي اللي نجم يتحول إلى مرحلة الاكتئاب. يعطيك الصحة معناتها إمم، كي تبدأ حالة وقتية اهم، حين معناتها كل إنسان يمر في فترة ما يبدأ اهم، متقلق ولا مش مرتاح ولا يبكي، مثلا مرة تكون قاعدة هكا تجيها هكا تحب تبكي، ماهيش مشكلة هذه، اهم، اهم، المشكلة كي تطول، أي، كي تطوال وتولي فما تأثير يعني عليها هي وزادة على الجنين، مش الجنين، إمم، الجنين ولا المولود الجديد، أي، أي، يعني في حالات قصوى تنجم حتى ترفض أنها تتلهى بصغيرها، بصغيرها، إمم، تلما ماهيش مرتاحة يعني اهم، نفسانيا. اهم، والقلق هذا مثلا يأثر حتى على المتابعة نتاع الحبالة، خاطر الإنسان كي يبدا متقلق يولي ما عادش يلوج باش يمشي يعدي. تهمل روحها ي- نقولوا أي، فما إهمال، فهمت كيفاش؟ دونك إمم، هذيك علاش احنا ما فماش كيفاش نقولوا قطيعه بين الصحه النفسيه والصحه الجسديه، اهم، هما اهم، متشابكين مترابطين متداخلين، يعني الانسان في صحه نفسيه جيده في غالب الوقت حتى كان فما قلق بدني باش يمشي يعدي، أي، باش يمشي يحاول يحسن من حياته، كان فما مثلا مشاكل مثلا في الرضاعة اهم، مثلا، أي، فهمتني، أي، باش تمشي تعدي إذا كان تبدا مرتاحة نفسانيا، كان تبدا فما قلق نفسي مثلا تحس روحها ما تنجمش ترضع بالكدا، تصيب تقول أي مش انا ما نجمش، انا غير قادره باش نرضع بالكدا، اهم، اي ما انا ما نعرفش وانا مانيش ام باهيه اهم، مثلا، نحكي لك مش أي، هذا أي، في كل أي، الحالات، يعني كيش نقولوا الرسالة اللي نحب نوصلوها أي، اللي ما فيها باس، راهو ماهوش ضعف انه انسان ينجم يحكي مع القابلة ولا طبيب ولا على القلق النفسي، راهو انسان كيف يحكي عليه اهم، في نسبة كبيرة يرتاح، صحيح، في إمم، نسبة كبيرة يرتاح، اهم، وهذا نحبوا نوصلوه، فهمتني، ماهوش اهم. ديما راهو لازم دواء ولازم بالضبط، هو معناتها دكتورة في يعطيك حالات الصحة سامحني في النقطة هذه لأنه برشا احنا مازالت عندنا اي كالصورة النمطية ولا في المجتمع متاعنا انه باش يمشي مثلا خلينا اليوم ما نحكوا على المرأة الحامل او النساء الحوامل انه في ولا في فترة الولادة انه مثلا كي تمر مرحلة الاكتئاب او القلق المرضي والا تنجم تطور معها الحالة هذه من اضطرابات نفسية الى اخره، ديريكت اي عندنا الصورة النمطية انه مريض نفسي معناها فما عندنا وضعية أخرى تسمية أخرى للوضعيات هذه، ما زلنا ما اي تعودناش إنه
راهو المرض النفسي أو الحالات هذه تنجم راهي حالة عادية يمر بها الإنسان فترة ما وتتعدى ولا باس. معناه الناس كأنه اليوم أو المرأة خاصة ما نحكوا على المرأة الحامل بالأساس تخاف في المرحلة هذه إنه باش تحكي على الوضعية متاعها، لأنه ممكن تتصف بصفة أخرى. ما نعرفش، أكيد فهمتيني وفهمت الصورة دكتورة. لا لا، فهمتك. هذاك هو المجتمع والافكار النمطيه كما حكيت، فهمتني. أي. ولكن انا نحب نطمن، انا كطبيبه نفسانيه أي. نطمن، راهو في 90% هي حالات قلق عاديه، سواء قلق خوف يعني، والا حالة هكا حزن، انسان هكا يبدا مش مرتاح. معناتها في غالب الوقت معناتها كيف انا نلقى شكون يسمعني وشكون ما يحكمش عليا بالضبط. ويقول لي انت خاطر ماكش كيف يقولوا ماكش مؤمنه وما تحمدش ربي، يقولوا احنا وانت يلزمك تكون فرحان. هذا ما يعاونش حتى طرف، ما يعاونش الانسان كي يبدا في حاله قلق. يزيد عليه الاحساس بالذنب يعني، فهمتني. والاحساس بالذنب يخليه ما عادش يحكي. صح. واذا كان ما عادش يحكي تخلي الحاله تزيد يعطيك الصحه، سوء يعطيك الصحه. هي كما تقول انت حلقه. فما في فتره الحمل وما بعد الولاده فما حاله نقولوا احنا هشاشه، معناتها المراه حتى نقولوا احنا القويه تتمر حتى هي كما اي انسان يعني في الفتره هذيك حالة ضعف. يعطيك الصحه. دونك انها تلقى مع شكون تحكي من غير كما قلنا ما يصدر عليها احكام، وحتى مش يعطيها نصائح. نجم يعطي نصائح، من ساعات تلقى حد يسمعك من غير ما يحكم عليك، من غير ما فماش معناتها تحسه حس بيك فما تفاهم يعني. احنا نسميه التفاهم ولا التقمص العاطفي، يعني انك انسان تحس كي تحكي معاه تحسه فهمك وكهو. معناتها انسان يخرج يقول احنا مرتاح من العياده يعني في القابله ولا عند الطبيب ولا عند المعالجين بصفه خاصه ولا اللي يخدموا في المستوصفات نتاعنا والكل. هني ما نعرفش دكتوره اذا كان في النقطه هذه تشطرني الراي او لا، انه في الفتره هذه ممكن المراه الحامل تحتاج لإحاطة نفسيه انطلاقا من العائله، بدايه ممكن الزوج كاقرب شريك كشريك اول طبعا في العملية هذه، وحتى العائلة الموسعة. معناه إذا كانت تلقى المرأة الإحاطة النفسية الباهية، إنه نتصور إنه ما نصلوش لحالة القلق المرضي، أو ما نصلوش لحالة القلق أو الاضطراب النفسي، أو ما نصلوش لحالة الاكتئاب. شوف اللي كما قلت انت توا الحلقة الأولى هي العائلة، والعائلة خاصة الزوج. خاطر الزوج هو مطالب كما قلت باش يحتوي المرأة والبيبي نتاعها يعني، فهمتني. ولكن حتى العائلة الموسعة، الأم والأخت الأحبال، العائلة اللي حولها، المهم أنهم يكونوا متواجدين. نعرفوا اللي مثلا بعد الولادة فما برشا كيفاش نقول ما تنجمش ترقد بالكدا، الحليب دونك كي جيت فما قلق معناتها يجي في الوقت هذاك، يلزم تلقى شكون يعاونها، مهم. وهذا الكل راهو مهم باش نقول عليه انه يتحضر من قبل الولاده، من العياده الاولانيه. معناتها ان احنا ثبتنا اللي هي الولاده لاباس، الاحباله لاباس والكل. من وقتها كل عياده كي تمشي المراه مثلا قابله باش تشوف القابله ديجا تبدا تحضر فيها، فهمتني. راهو تنجم تحس بالقلق هذاك، راهو كان جاتك الحاله هذه تنجم تجي تحكي معنا، راهو فهمت كيفاش. كالعمليه التحضير سواء في فتره الحمل ولا ما بعد الولاده، هذاك يخلي انسان عرفتي كيما تقول انت متحضر نفسيا. يقول باش تجيني القلق هذاك، باش نبدا عندي الحاله هذيا ما يلزمنيش نخاف، ما يلزمنيش. دونك هذا الكل عرفتي عمليه تحضير اللي ما نقعدوش معناتها ساعات مراه نساء تولد ما تعرفش اصلا كيفاش تصير الولاده، ما تعرف حتى شيء معناتها. وهذا يزيد من الخوف. وفما حتى حالات نتاع كيش نقول تروماتيزم يعني تكون صدمه. فما وضعيات نتاع ولاده، فما صدمات على خاطر تعيش حاجات. مثلا المراه ما كانتش تتصور باش تعمل ولاده قيصريه،
في بالها عادي، ويقولوا لها راك باش تعمل، فما شكون القلق هذاك ياثر عليها اهم. حتى تولي حتى بتجيب صغير اخر خايفه صح. مشيش إمم. تعمل ولاده قيصريه. اهم. دونك هذوما الكل الحالات اللي هما نجموا نتفاداوها، خاطر احنا الهدف الاول نتاعنا احنا الوقايه، إمم. الهدف الاولاني نتاعنا. اهم. كما قلت الحلقه الاولى هي العائله اساسا. الحلقه الثانيه هما المؤسسات الرعايه الاساسيه اللي هما حول المراه، اللي هما يوعيوها ويعطيوها المعلومه الصحيحه، أي. دي بيان صحيحه، على إمم. خاطر إمم. ساعات نلقاو قال لي الغث والسمين معناتها صح، صح، صحيح. توا دونك نستقوي نقولوا احنا المعلومه من إمم. المصدر نتاعها. مصدرها. إمم. وان شاء الله معناتها اذا كان فما قلق في فما حتى سلام باش نشوفوا هذه فما قلق اسكو هو مرضي ولا لا، نقولوا اهم. احنا اهم. ويتم المراقبه نتاع القلق هذا، وكان يلزم توجيه، معناتها احنا مش هكاك واحد يكون قاعد يقولوا لك هو انت، لا فما مراحل، يعني اهم. فما مراحل نصائح متابعه، وفي اخر المطاف كان فتره وتعديت ولاباس، هذاك احسن سيناريو نقولوا احنا. أي. ولكن اذا كان فما اضطراب تحسه مش ماشي ويتحسن، يعني أي. فهمتني أي. ماشي، ونشوفوا اللي المراه مش مرتاحه كما قلنا، تولي ولدها ماهيش لاهيه بيه كما اهم. يلزم. اهم. اهم. دونك وقتها يلزمنا الاحاطه، ما نجموش نقولوا لا كيفاش نقولوا لا ما فما حتى شيء أي. وعادي، أي. لا. العائله تكون هنا والحمد لله، احنا معناتها العائله متواجده يعني في أي. تونس والكل، تكون هنا حتى باش تعاون، خاطر كي تبدا هي في الفتره هذيك مثلا ماهيش حاضره باش تشد ولدها مثلا. اهم. دونك كونه فما الاخت ولا الحماه ولا الام ان تعاون، إمم. هذيك يخلي فما كما تقول انت وحده جرح يحب أي. له وقت باش يتلم. باش يبقى صحيح. دونك بشويه بشويه الامور تمشي امان، لازم نبداو فايقين، أي. مش نغمضوا عينينا نقولوا باهي، احنا. سامحني فهمت دكتورة، في حالة لا قدر الله مثلا ساءت الوضعية نتاع المرأة الحامل ودخلت كما في حالة اكتئاب حاد مثال، هنا نجموا نحكوا من بعد عفوا على آثار تكون طويلة المدى، مثلا على النمو العقلي أو على أو السلوكي للطفل متاعها فيما بعد، إذا كان عانت الأم من اضطرابات نفسية متواصلة كما قلنا أو وصلت لحالة الاكتئاب الحاد. هو التأثير ينجم يصير مم. صحيح، مم. ولكن إذا كان من الأول كما قلنا نكونوا واعيين، أي. وتكون فما المتابعة، أي. على خاطر شوف أي حاجة كما نحكيو القلق، التأثير يعني تاع القلق هذايا مم. ينجم يكون معناتها عنده كيفاش نقولوا دي كونسيكونس، أي. معناتها نتائج. آه، نتائج مم. سلبية، مم. ولكن إذا كانت تمت إحاطة إيجابية تولي النتائج إيجابية، بالطبيعة. معناتها ماهيش نقولوا احنا هي نتيجه حتميه. مم. اكهو مثلا جاتها اكتئاب، لا لا، في فتره احنا شنو دورنا باش نحصروا مم. اكل القلق هذاك ما يزيدش يتفاقم. مم. معناتها كيف يبدا معناتها في الوقت نضبطوه في الوقت، ويبدا فما البديل الوقتي، يعني مم. مثلا الام متقلقه توا، فما شكون ينجم يهز عليها نقولوا احنا، أي. باش كالصغير هذاك ما فماش قطيعه. مم. هي تلقاها مهم أنها تكون موجودة، خاطر العلاقة الأولية أساسية، أي. ولكن ما تكونش نقولوا احنا 100% هي باش تتلهي، مم. تبدا تتلهي شويه، وفما شكون ياخذ عليها نقولوا احنا المشعل، باش حتى هي تشد روحها، نقولوا احنا أي. تشد روحها، وقدرة ربي كيف تشد روحها، معناتها كل شيء يرجع لبلاصتو، فهمتني. باهي، هات فهمت. هات في الأخير دكتورة مساج نعاودوا نرجعوا أو اي نخرجوا بتوصيات ونصائح في الإطار هذا اللي نجموا اليوم نقدموها لكل امرأة حاملة ومقبلة على الولادة، إن شاء الله ربي يسلكم على خير وبخير إن شاء الله، حتى تنجم تحافظ اليوم على الصحة النفسية متاعها خلال فترة الحمل وما بعد الولادة زاد. والله اكثر، انا بالنسبه لي اكثر كيش نقولوا نصيحه، ولا أي. اكثر رساله توصية. بالنسبه لي مهمه، مم. توصيه يعطيك الصحه. مم. معناتها الصحه النفسيه كما قلنا جزء لا يتجزا من الصحه مم. بصفه عامه، هذا الاولاني. والحاجه الثانيه، كاني حسيت بقلق،
أي كان. أي. أنا كيفاش نحكي مثلًا مع القابلة، خاطر القابلة هي أول في الخط الأول يعني أكيد. فهمتني؟ أي. ما نحشمش، ما نحسش روحي خايفة ولا متقلقة، اهم. راهم القوابل معناتها وقع تكوينهم وباش نزيدوا نكونوا وباش نزيدوا معناتها على خاطر هُم في الصف الأول أي. تنجم تحكي معاها. والقابلة في غالب الوقت تنجم عندها أذن صاغية وعندها قدرة من التفهم تبارك الله عليهم، معناتها هُم اهم. بحكم خدمتهم عندهم وبحكم معناتها الخبرة بالطبيعة أكيد. يعطيك الصحة بحكم إمم. الخبرة. اهم. ينجموا ياخذوا نقولوا على عاتقهم إمم. القلق هذاك يعطيوا النصايح. أي. وكان يلزم مثلا مش تعطيها موعد مش بعد 3 شهور مثلا، كان حست اللي فما قلق تنجم تعطيها حتى موعد بعد جمعتين ولا إمم. حتى بعد جمعة باش اهم. تزيد تثبت اللي هي لاباس واضح. فهمتني. واضح. وهذا أهم حاجة أنه يظهر لي الوحدة الأولى معناتها العلاقة الأولانية هذه مع اهم. السلك الصحة. وأقرب أقرب حلقة يعني بعد العائلة بالطبيعة فهمت. اهم. اهم. والعائلة ما ننساوش كما قلنا راهو الزوج دوره أساسي، السند الأول. والعائلة إمم. السند الأول. بالضبط. مش معناها حتى هي تبقى متقلقة مثلا احنا نحبوه هو يكون معاها، مش يجي كيفاش نقولوا يعاتبها نقولوا إمم. احنا ولا إمم. حاجة، ما يسالش فترة وتتعدى نقولوا اهم. احنا. اهم. اهم. هو للأسف هذا ممكن نرجعوا للمجتمع نتاعنا، ممكن تو ولينا نرجعوا شوية ومع تطورات زاد كل شيء والناس تطلع حتى على دراسات والى اخره، لكن المتعارف عليه يمكن فما شوية يعني إهمال للجانب النفسي ديما والصحة النفسية للمرأة الحامل، لكن من الضروري ممكن أن نتصور دكتورة زادة توصية الأولى وبدرجة أولى تكون للزوج بحكم هو الشريك ولا العائلة كسند يعني رسمي خلينا نقولوا في وضعية صحيح. المرأة الحامل، هيك ولا؟ صحيح واضح. هذا نقولوا 100% يعني واضح. واضح. الصغير هذيك ولدهم هما بالضبط. دونك بالضبط. المسؤولية متشاركة 100%. مشتركة أكيد. واضح دكتورة، شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله يومك يعيشك سعيد إن شاء الله. يعيشك بسلامة شكرا بسلامة. ليك بسلامة. إذن هذا كان موعدنا في معهد